90% من الناس بيتجنبوا يعملوا الرز البسمتي لأنه عمره ما بيظبط معاهم. تعالوا بقى النهاردة نتعلم نعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع كل رزاية لوحدها زي ما انتوا شايفين كده. هيبقى معايا حلة على النار، هنزل فيها بمعلقة سمنة أو زبدة وشوية زيت، وهنزل ببهارات صحيحة، ورق لوري ولومي وقرفة وحبهان وقرنفل. هدي الحاجات دي كلها تقليبة مع بعض لغاية ما تحمصوا كده مع بعض. وبعد كده هبقى مجهز بصلاية مقطعها قطع صغيرة، هنزلها عليهم وهديها تقليبة لغاية ما تدبل معايا شوية. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك واشتراك للقناة، قناة لسه جديدة، ويا رب يكون بيعجبكم الوصفات اللي بعملها. وبعد ما دبلت معانا هبقى مجهز جزراية مبشورة. وتعالوا بقى نعمل أهم تركاية في الرز البسمتي. هبقى مجهز بشرة برتقانة وبشرة ليمونة، هو ده يا جماعة اللي بيدي للرز البسمتي المزازة والطعامة اللي بنلاقيها في المطاعم. واروح نازل عليهم بالرز، وهنزل عليه بشوية كركم، وهبقى مجهز بقى مية مغلية، وهننزل بقى بالمية المغلية. هنغطي الرز وهنبقى فوقيه بسنتي. هنحط شوية بهارات رز بسمتي أو بهارات كبسة وشوية ملح ونغطي ونسيبه طبعا على نار عالية الأول، وبعدين بنهدي النار خالص. بصوا الشكل يا جماعة بعد ما قعد فترة كويسة لغاية ما شرب المية، الرز متفلفل. التركية التانية بقى معانا النهاردة، هنحط مكعبين تلج بعد ما يستوي والنار مفتوحة زي ما هي، وهغطي، وبعد دقيقة هطفي النار وهسيبه من 5 دقايق ل10 دقايق. وبكده عملنا الرز البسمتي بطريقة سهلة جدا ومنظمة. جربوه وإن شاء الله يعجبكم، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ألف هنا وشفا.